which are the legal sunnah, those sunnah that have legal implications, in and of itself, while it's the basis of Sharia. Sharia is scripture and it is hadith, but what it really is millennia of usul al-fiqh, the science of Islamic jurisprudence, fiqh. That doctrine tells the devout Muslim what abrogation is. It tells the devout Muslim how to read any particular surah. But the problem he does have is if you're going to ask any moderate or academic Muslim who wants to read those verses differently than they have been over 1,000 years, he has to figure out a way to, as it were, replace the ulama, the legal authority. شفتوا السؤال اخواننا الكرام بكل صراحة؟ إذا بدنا المسلم اليوم يقرأ آيات القرآن بشكل مختلف فلازم نلاقي طريقة نستبدل فيها آراء علماء الشريعة يلي المسلمين ماشيين عليها من قرون، يعني من 1400 سنة لليوم. فاليهود متيقنين إنه إذا فرقوا القرآن عن السنة وقنعوا الناس إنه السنة فيها شك وإنه نحن هالأحاديث ما بناخد فيها وبناخد بس بكتاب الله القرآن الكريم بنكون ضربنا الشريعة. طيب نحن كيهود وبدنا نقوم بهالخطوة ونضرب الشريعة الإسلامية ونلغي هالتراث الفقهي والديني يلي إجا لهالمسلمين من عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وكلهم مجموعين عليه وعم بيفسروا آيات الله عز وجل ويمشوا على الشريعة من خلاله. فنحن إذا بدنا نقوم بهالخطوة ونضرب الشريعة لازم نجند أكثر من بولس بهالدين، لأنه القرآن والسنة تولى الله حفظهم، مش مثل التوراة والإنجيل وأحاديث أنبيائنا يلي وكلنا الله بحفظهم حتى نبينهم للناس، وكرمال هيك قدرنا أنه نحن نلغي الشريعة. فنحن بنحتاج لبوالس بالإسلام حتى نوصل لهدفنا. طيب السؤال، شو مهمتهم بوالس الإسلام؟ مهمتهم إنه هن يشوفوا علماء المسلمين على مر العصور شو هي الكتب يلي اتفقت آرائهم عليها وعم بياخدوا منها هالتراث الديني، عم بياخدوا منها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطبقوا شريعة الله بالأرض. واليوم الكل بيعرف إنه من بعد النبي عليه الصلاة والسلام ب200 سنة كل الأمة اتفقوا على إنه كتابي البخاري ومسلم هن أصح كتابين جمعوا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الأمة عم تاخد منهم هالأحاديث حتى تطبق شريعة الله بالأرض سبحانه وتعالى ويفهم القرآن من خلال هالأحاديث. وهون بتجي المهمة الأولى لبوالس الإسلام، إنه يشككوا المسلمين بالمدة الزمنية اللي انكتبوا فيها هالكتابين البخاري ومسلم. تقرأ حديث في البخاري لا يقبله العقل ويريد بك أن تصدقه. هو البخاري بدأ في كتابة صحيح البخاري وعنده كم سنة؟ 16 سنة. لحق يتعلم ايه في الزمن ده اصلا؟ قول لي لحق يتعلم ايه؟ النهارده ابني باسل لو قاعد على اليوتيوب ولا على الانترنت 3 ايام هيجيب اعلى من العلم اللي عنده. لو كان النبي يريد ان تحفظ احاديثه واقواله واخباره وسنته كما حفظ الكتاب لحرص من اول يوم على ان يستكتبهم سنته، وليس كذلك؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما الناس يعني مش عارفه، هم عارفين. انا قلت المعلومه كتير ان البخاري اتولد بعد 194 سنه من او 183 سنه من وفاه الرسول. الاستاذ مسلم اتولد 206. سيبكم بقى ان هم اتولدوا وسلسال السند بقى طويل وازاي يعني ازاي نضمن ال 200 سنه دول؟ مين بيضمن لنا ال 200 سنه دول؟ يعني من النبي عليه الصلاه والسلام للبخاري في 200 سنه، فمين بيضمن لنا من وين البخاري جايب هالاحاديث بهال 200 سنه وحطهم بكتابه؟ وطبعا هيدا من جهله بسند الاحاديث. تقرب لكم اياها اكثر اخواننا الكرام، كلكم بتعرفوا القارئ مشاري العفاسي، وهو قارئ معاصر بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام في 1445 سنه، ومشاري معه سند متصل للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بالتلاوه والحفظ. يعني مشاري اخذ عن شيخه وشيخه أخذ عن شيخه وشيخه أخذ عن شيخه حتى وصلوا للتابعي، والتابعي أخذ عن صحابي، والصحابي أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال هون أخونا الكرام، سلسلة السند من الرجال من مشاري للنبي عليه الصلاة والسلام بالتلقي والحفظ، قد ايه برأيكم كم رجل موجود بهالسلسلة السند؟ يمكن منكم يقول 200، يمكن منكم يقول 1000. تخيلوا أخونا الكرام، سلسلة السند من مشاري للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها بس 29 رجل. معقول يا شيخ بس 29 رجل بهال 1445 سنة؟ نعم إخواننا الكرام. وإذا قسمتوا ال 1445 سنة على عدد الرجال بهالسلسلة اللي هن 29 رجل بيطلع متوسط عمر كل رجل 50 سنة بس. تخيلوا. فما بالكم إخواننا الكرام إذا من مشاري للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 1445 سنة طلع في بس 29 رجل ومتوسط عمر كل رجل 50 سنة.
فما بالكم بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام 200 سنة بس، وأقل كمان 183 سنة، ومسلم 206 سنين. فتخيلوا قد ايه كم عدد الأشخاص من بخاري للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي أحاديث بالبخاري إخواننا الكرام اسمها ثلاثيات البخاري، يعني في 3 أشخاص بس بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني البخاري أخذ عن تابع تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في كتير منكم إخواننا الكرام ما بيعرف إنه الإمام مالك والإمام أحمد هن كانوا شيوخه للبخاري رحمهم الله جميعا، وإنه كل هالأحاديث الموجودة اليوم بالبخاري ومسلم رووها الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك والإمام أحمد، يلي كل هالتراث الفقهي اللي أكرمنا فيه رب العالمين سبحانه وتعالى وردنا عنهم. الأئمة الأربعة اللي أنت بتدرسهم مجانين، لو اتكلمنا النهاردة عن البخاري أبص ألاقي 1000 مليون واحد ما قراش البخاري بيدافع عن البخاري. بس السؤال هون، ليش الأمة كلها أجمعت على صحة هالكتابين البخاري ومسلم على مر هالعصور، مع أنه كل الأحاديث الموجودة بالبخاري ومسلم كانت مروية كمان عن الأئمة الأربعة؟ رح أقول لكم ليه. لأنه البخاري ومسلم حطوا أعلى المعايير والشروط لقبول صحة الحديث. شو يعني هالكلام؟ يعني البخاري ومسلم إخواننا الكرام حتى أخذوا الحديث وحطوه بكتابهم، بحثوا ودققوا عن الرجال يلي رووا هالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فردا فردا حتى وصلوا لعصرهم. فأخذوا الأحاديث اللي روت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الرجال ثقة يلي رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبقوا المعايير والشروط يلي حطوها البخاري ومسلم للأحاديث حتى يحطوها بكتبهم. وكرمال هيك أجمعت الأمة على مر العصور إنه كتابي البخاري ومسلم هن أصح كتابين برواية الحديث بعد كتاب الله عز وجل. ولأنه الأمة أجمعت على أنه البخاري ومسلم أصح كتابين في رواية الحديث بعد كتاب الله عز وجل، كان السبب الرئيسي لإسلام البحيري وغيره من بوالس الإسلام إنه يختاروا بعض الأحاديث الصحيحة بالتحديد من البخاري ومسلم ويثيروا عليها الشبهات إنه هيدي ما بتليق بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بتخالف العقل أو بتخالف القرآن، مع إنه هيدي الأحاديث إخواننا الكرام ودققوا منيح شو بدي أقول، هيدي الأحاديث رووها الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة قبل البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم ما أخذوها إلا لأن أحاديث صحيحة وحطوها بكتبهم. ومش كل الأحاديث الصحيحة أخذوها البخاري ومسلم وحطوها بقلب كتبهم، بل أخذوا مجموعة من الأحاديث. مش هيك نحن كمان بناخذ أحاديث صحيحة من الكتب يلي كانت قبل البخاري ومسلم وجمعوا أصحابها السنة كمان بقلبها، ومنهم أخذوا البخاري ومسلم، مثل الزهري، همام بن منبه بن جريج، معمر بن راشد، سعيد بن أبي عروبة، سفيان الثوري، الليث بن سعد، مالك بن أنس، إلخ حتى نوصل للبخاري. يعني في تقريبا 25 واحد قبل البخاري. ولكن إسلام البحيري وغيره من بوالس الإسلام أخذوا بالتحديد من كتابي البخاري ومسلم هالأحاديث وأثاروا عليها الشبهات يلي ما كانت بالعصور الإسلامية الماضية بل بعصرنا بس إخواننا الكرام، مش دفاعا عن السنة أبدا ولا محبة بالسنة، بل تيكرهوهم بالبخاري ومسلم ويفقدوهم الثقة بهالكتابين يلي هن القمة والأساس بالأحاديث يلي إجانا منهم التراث الفقهي ويلي الأمة اليوم معتمدة عليهم لتفسير القرآن الكريم. أحبابي في الله، لازم الكل يعرف إنه نحن ما منقدس الأشخاص بحد ذاتهم، نحن منقدس العلم يلي وردوا لنا إياه، العلم الرباني يلي استنبطوه من الكتاب والسنة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اليوم البخاري إخواننا الكرام عنده كثير من الكتب غير صحيح البخاري، كثير من الناس ما بتعرف فيها. عنده مثلا الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد فيه أحاديث ضعيفة ما بناخد فيها إخواننا الكرام. فإذا نحن ما منقدس البخاري كشخصه أو صحيح البخاري، بل منقدس الأحاديث النبوية الصحيحة يلي حطها بهالمعايير والشروط العالية يلي موجودة بصحيح البخاري. يعني بالله عليكم ليه بتكتبوا لي أحبك في الله يا شيخ، جزاك الله خيرا، والله من حبك يا شيخ. أنتم ما حبيتوني لأني خضر الأحمد، ما حبيتوني لشخصي، أنتم حبيتوا العلم الصحيح، عم تلمسوا مني الصدق يلي عم يوصلكم وعم يوصل لقلوبكم بهالعلم. بالله عليكم اخواننا الكرام، بعد كل هالفيديو اللي فرجيتكم اياه، بعد حدا عنده اي شك انه اسلام البحيري او غيره من هول اللي بيقولوا المتنورين اللي عم يدافعوا على اساس على كتاب الله عز وجل وهمهم سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه ما تكون فيها احاديث مغلوطه، او كله هيدا نفاق وكذب اخواننا الكرام وتدليس لاضلال الناس عن سبيل الله.